السلام عليكم. سأبدأ مقدمتي على غير العادة باستعراض أبرز التصريحات الأخيرة لبعض السياسيين. لن نقبل شروطا من أحد، وإذا استمروا في فرض الشروط فعليهم أن يتحملوا شروطنا القاسية. نور المالكي. أنا لا أستضيف قاتل الشيعة، وقتلة الشيعة موجودين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة. مسعود البارزاني. نحن من منحنا الثقة للمالكي، لكن استئثاره بالسلطة وتهميش الآخرين لن نسمح به. إياد علاوي. النفط العراقي يهرب من كردستان إلى خارج العراق، والمستفيدون أشخاصا معدودين وليس شعب كردستان. حسين الشهرستاني. إن وزارة النفط والمعنيين بملف الطاقة في الحكومة الاتحادية وبحسب معلومات مؤكدة وبوثائق نمتلكها تقوم بعمليات تهريب للنفط العراقي وعبر ميناء العقبة إلى إسرائيل. فرهاد الأتروشي. إن حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية تهريب المتهم الهارب طارق الهاشمي، وعلى الإقليم أن يتحمل المسؤولية القانونية أمام القانون والأخلاقية تجاه أسر ضحايا العمليات الإجرامية التي قام بها الهاشمي. حنان الفتلاوي. بعض المصادر المطلعة التي لا يرقى إليها الشك أبلغت الدكتور إياد علاوي عن مخطط جديد لاغتياله تعد له جهات معلومة. ميسون الدملوجي.